ما كانتش جرة وراها مصيبة، جالي فرصة فظيعة من فوق كده من فوق كده. بس انا من وجهة نظري لو انت شاطرة هتعرفي تسلكي امورك في اي مجال. بما ان 99% من شغلي اصبح من بيتي، وبما ان الحمد لله فريق العمل بتاعنا كبر بعد ما كان صغير خالص وبيعتمد عليا انا واختي فقط، اصبح في بنات بتشتغل معانا ومن بيتهم برضو. فانا جايه اكلمك النهارده ازاي تشتغلي من البيت او ازاي يكون عندك كارير من البيت، بما اني من اكتر الناس اللي مقدره لانوثتها وعارفه ان احنا لا نصلح للبهدله. فالكلام الجاي ده مهم جدا. وبما اني دايما مقدماتي مش طويله وبحب ادخل في الموضوع على طول احتراما لوقتكم، فيلا بينا ندخل في البوينت الاولى. عشان نكسر اول حيطه صد انت بتحطيها اول ما بتسمعي عن العمل الحر، اول ما بتسمعي عن الفريلانسر، اول ما بتسمعي عن شغلك من بيتك، وتبداي تقفلي كل الابواب او كل الفرص اللي بتتحط ما بينك وما بين راحتك وشغلك من بيتك، وفرصه كويسه لاولادك لو انت متزوجه وعندك اولاد فبالتالي انت متواجده طول الوقت معاهم. احنا عاجلا ام اجلا احنا محترمين انوثتنا، تمام؟ فحبيبتي فكرة وجود عمل حر أو شغلك من بيتك لا يعني إن أنت لازم تكوني صاحبة مشروع أو حد عنده فلوس فبيشغلها أو صاحبة بيزنس بشكل عام، عشان دي أول حيطة سد بتخوفنا كلنا كبنات أو كلنا كستات. مش شرط تكوني معاكي فلوس، احنا ممكن ناخدك وانتي البوك بتاعك فاضي، مش احنا كفيرة. لا، هي فكرة العمل الحر او كيفية شغلك من بيتك لا يعني ابدا 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 ان انتي لازم تكوني صاحبة مشاريع او ان انتي لازم تكوني حد شاطر جدا في البيزنس او لازم تكوني حد عنده فلوس فبيشغلها. عشان بس بنكسر حيطة او بنكسر حواجز عشان نبتدي في الاخر تلاقينا داخلين على كيفية او داخلين على نقطة الكيفية. حبيبة قلبي فوقي معايا، صباح الفل، صحصحي. الجزئية دي جاية تقولك ان الشغل من البيت او الشغل الحر او الطريقة دي من الشغل لا تعني ابدا. خدي عندك نقطة رقم 1 ان انتي بتاخدي فلوس على الجاهز، مفيش حاجة اسمها كده. ومفيش حد في الدنيا، مفيش مؤسسة في الدنيا، مفيش اي كيفية في الدنيا هتخليكي تاخدي فلوس على الجاهز. وهذا لا يعني برضو ان انتي بتعملي فلوس بالشوال بالكوم. عادي جدا ممكن تكون مرتباتك هي نفس المرتبات الطبيعية لو نزلتي اشتغلتي اوفلاين. تاني نقطة، انا عارفاكي قاعدة مستنياني ان انا اقولك انتي بتشتغلي على مزاجك، بتصحي في الوقت اللي انتي عايزاه وتنامي في الوقت اللي انتي عايزاه وتشتغلي عدد الساعات اللي انتي عايزاها، كانش حد غلب. النقطة التانية حبيبتي، شغلك من بيتك لا يعني ابدا ان انتي بتشتغلي على مزاجك. ده بالعكس، انت ممكن يكون مخصص ليكي ساعات عمل محددة من 2 لكذا، من 3 لكذا، من 9 الصبح لكذا، لا يعني انت هتضحكي على الناس. النقطة الثالثة، شغلك من البيت لا يعني ان هو اقل مجهودا. ده مش معناه ان انت بتبذلي مجهود اقل من اللي نازلة بتشتغل، لا، انتوا الاتنين تمام بتعملوا تقريبا نفس المهمة الوظيفية. اصل بالعقل والمنطق كده احنا لاقيين الفئة الاكبر من الناس هي بتتصارع ان هي تلاقي شغل اونلاين او ان هي تلاقي شغل حر او ان هي تلاقي شغل من البيت. طب لما هو يا استاذة ايه مش بكل المميزات وكل الجمال ده الناس دي كلها عماله تتصارع ليه؟ انتي نفسك بتشتغلي من بيتك ليه؟ لما انتي لسه بادئه الفيديو بتقول انا 99% من شغلي بشتغل في بيتي، لما هو وحش كده فانتي طالعه تقولي لنا عنه ليه؟ اول ميزه وهي اهم ميزه بالنسبه لي وهي اللي مشجعاني ودايما مصبراني على البلا، تمام، او اي اخطاء بتحصل او اي متاعب بتحصل، هي فكره مكرومه ليكي. تعالي بقى كده وحطي لي 100,000 خط تحت النقطه دي. انتي اصلا متكرمه، انتي متكرمه، يعني انتي متكرمه من السياده العليا فوق. فانتي شغلك من بيتك هو مكرمه في الاول وفي الاخر، مهما كان مجهودك، مهما كان عدد ساعاتك. ده انت ممكن تكوني بتشتغلي اصلا اضعاف عدد الساعات اللي بتشتغليها اوفلاين. انا هنا مش جايه بحارب الشغل الاوفلاين، مش كلنا هنشتغل اونلاين، في دكاتره، في مهندسين، في مدرسين، في حاجات كتير، بس احنا بنتكلم على الناس اللي شايفه ان هي لا تصلح للعمل الخارجي، هي حته بسكوتيه لو حد داس عليها بتتعب، تمام. فاول حاجه، ودي بالنسبه لي تكنسل على كل عيوب وتكنسل على كل مميزات، اللي هو انا مش عايزه غيرك كمكرمه ان انا قاعده في عز الحر، في عز الشتاء، في عز اي حاجه،
في عز الدوشه، في عز الزحمه، في عز اي حاجه، انا قاعده مكرومه ليا في بيتي. تالت ميزه او تاني ميزه ان هي بتخليكي تقدري ترسمي الشكل المناسب ان انت تتحكمي في طبيعه حياتك، وده مناسب جدا ليكي كطالبه او كحد لسه بيدرس. انا لما كنت بدرس كنت عايزه حاجه اللي هو انا بنزل مثلا الجامعه من 9 الصبح تمام او 8 الصبح، كنت بخلص محاضرات 4:30 5. فانه شغل اللي هيحترم فكره ان انا بخلص 4:30 5؟ لما انت بتخلصي لي 4:30 5 حضرتك هتيجي ايه؟ تمسي علينا وتمشي؟ اذا كان معظم الشغلانات اصلا بتخلص الساعه 5. فرضنا جدلا انهم احترموا ده، تخيلي ان انت هتبداي شغل من 5 هتخلصي امتى؟ 12 واحده بالليل. هترجعي 12 واحده بالليل ازاي؟ فدي بقى كانت النقطه الفيصليه في فكره اللي هو انا عايزه اشتغل شغل حر على الاقل فتره زمنيه محدده، اللي هو انا عايزه اكون حاجه بتحطيني تحت الديدلاين، اللي هو انت مثلا هتسلمي الحاجه دي او هتسلمي التاسك ده خلال مثلا 4 ساعات او بعد 5 ساعات او بعد 6 ساعات. ممكن اضغط نفسي اخلصه في ساعتين، بس على الاقل قدرت اوازن ما بين حياتي، ما بين دراستي، ما بين شغلي. طب نقول بقى سر في الجزئيه دي، حناقه الاسرار. انا بامانه ما بيني وما بين الله، انا عامله الفيديو كله على بعضه عشان الجزئيه دي. يعني انا لا يعني لي اي شيء من الفيديو، كله بلح تمام. الجزئيه دي هي الاهم بالنسبه لي، عشان لما اقف كده قدام ربنا اقول يا رب اللهم اني قد اديت الامانه تمام. انا تقريبا بقالي 3 سنين او 2.5 سنين بحاول في فكره الشغل الحر. عدى عليا ازبل المواقف وانضف المواقف، فانا قادره اعمل لك فلتر واقول لك بقى كده بكلام كده ايه، من اخت لاختها، من بنت لامها، احسبيها زي ما تحسبيها. اول حاجه، لو انت قررتي فجأة صحيتي وعايزه تفتحي مشروع، او النقطه مشروع خاص بيكي تمام، اوعي تتديني. عشان انا بيعدي عليا موقف مش جدعه، بشوف واحده قررت فجأة خدت فلوس سلف علشان تبتدي تفتح مشروع. الموقف ده هيحطك في ضغط مش جدع. فكرة ان انت تفتحي مشروع بدين، او خطوة رقم 1 في المشروع هي مديونية، فدي في حد ذاتها كارثة. ده في حد ذاتها ان انت لا تفقهي ألف ب في بيزنس. اوعي تحطي نفسك تحت خط دين من اول خطوة في المشروع. في فرق ما بين ان انت حد ثبت رجله، حد رمى اساس، حد رمى خرسانه، حد طلع بالدور الاول والثاني والثالث والعاشر في مشروعه فخد تمويل عشان هو عارف كويس قوي هو هيصرف نفسه ازاي، هيجيب فلوسه ازاي، هيسد ديونه ازاي. وان حد او واحده بدات شغلها الاول، اول خطوه في مشروعها بدين، اللي هو اصلا لسه محدش عارفها، اللي هي اصلا لسه مش عارفه هي نسبه مبيعاتها تعادل ان هي تسد الدين ده في وقت معين ولا لا. فدي اول تحذير اوعي تعمليه. اللي معوش ما يلزموش بالبلدي. حلو. النقطه بقى الاخطر على الاطلاق، ركزي معايا يا حبيبتي، ركزي معايا يا ضنايا. احنا احترمنا في الاول انثويتنا او انوثتنا تمام، قلنا ان احنا جميلات ملكات حلوات رايحات جايات تمام، بس ده مش معناه ان احنا هيضحك علينا. صباح الفل، انت يوم ما هتقولي يا صباح الخير على عمل الاونلاين او الشغل من البيت من غير مبالغه، هيجيلك بال50 وال60 فرصه. خشي بس كده دوري على جروبات الفيسبوك بقى اي داهيه، هيجيلك بال50 وال60 فرصه في اليوم. وانا بقول لك رقم انا عارفه انا بقوله ازاي. تعالي بقى نحط الكلام ده تحت فلتر، نفلتره، نلاقيها كلها ضحك على الدقون، نلاقيها كلها مصايب وبلاوي متلتله. فانتي المطلوب منك جزء من المنطق والنظره. رحم الله امرئ عرف قدر نفسي. انتي واحده اول مره في حياتك تشتغلي اونلاين، ما عندكيش اي مهاره ثقيله تقدم. يعني انتي مثلا مش واحده بتترجمي مثلا اسباني، مش واحده بتاعت مثلا داتا اناليسيس بتمسكي مليون عينه تطلعي له نتيجه. انتي واحده هتردي على رسائل، هتعملي شويه اداء مهام بسيطه. مرتبك في الجزئيه دي لا يتعدى 3000 جنيه. لما تلاقي حد داخل يقولك مساء الخير يا فندم احنا هنقدم لك 7000 جنيه، اهربي. اصل انت يعني مش، معلش، في فرق ما بين ان انت معاكي مهارات ثقيله يدفع فيها، ساعتها بتقعدي تحط رجل على رجل وتتكلمي في الوفات، وان انت بتقدمي مهمه
هي البادجت بتاعها لا يتعدى ال2003. فما تلاقيش حد يضحك عليكي فتفرحي له ايه ده جالي فرصه فظيعه. من فوق كده، من فوق كده. فلا تكوني هشه. بما ان دخلنا في نصايح ودخلنا في عرض بلاوي بتحصل، فلا تكوني هشه. خليكي واعيه. اللي هو انا دلوقتي لسه طالبه، لا معايا شهاده ولا معايا لا نيله، فعلى اي اساس هيدوني 10,000 جنيه في شغلانه؟ على اي اساس؟ ان ما كانتش جره وراها مصيبه. فنخلينا فايقين كده وحلوين، ونحط عقلنا هنا قبل ما نبتدي نعمل ديل في اي حاجه. النقطه الثانيه جوه النقطه الثالثه، يعني هي متفرعه الاثنين. لما تروحي تدوري على شغل اونلاين تدوري من مصادر موثوقه. ما تخشيليش على جروبات تحت بير السلم فيها بتاع 1000 مشترك وتلاقي حد منزل بوست وتلاقي حد تقوم انت داخله السلام عليكم احنا عايزين نفهم حاجات عن الشغلانه دي. حبيبتي في مصادر معتمده، في مواقع توظيف معتمده، في اماكن معتمده، سواء كان في الهات وخد. بمعنى هات اللي هي الخدمه اللي بتقدميها، خد في الفلوس. بمعنى ان انت ممكن تتعبي شهر كامل ويجي حد يقولك بلوك، يبقى احنا ضيعنا وقت وجهد على الفاضي. رغيتي كتير، فضفضتي، طلعتي حنان الام اللي جواكي تجاه اولادها. عايزين بقى نعرف ازاي. يعني احنا داخلين نسمع نصائح ونسمع ازاي نبتدي المجال، ازاي نبتدي نلاقي شغل اونلاين. تعالوا نفرعها الاثنين. واحده هتبتدي مشاريع، ده اتجاه تاني خالص، مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه. واحده معاها فلوس عايزه تشغلها في مشاريع من بيتها، دي قصه طويله خالص. تعالوا نتكلم او نبتدي نناقش مع بعض الناس الغلابه اللي عايزه حاجه تشغلها من بيتها بمرتب طبيعي جدا. نروح فين؟ نيجي منين؟ معاكي خبره او مهاره، ده يعني بشكل كامل ان اي حد في الدنيا، اي حد خلقه ربنا يقدر يشتغل من البيت. تمام؟ وده لا يتعارض مع كون ان انت عندك شغل حقيقي. يعني انا ممكن اكون دكتوره وبضبل. يعني ايه بضبل؟ يعني انا عندي شغل اونلاين وعندي شغل اوفلاين، فانا بعمل فلوس اضافيه. البحر يحب الزياده. تمام؟ انا ممكن اكون مدرسه، تمام، وبرضو البحر يحب الزياده. يعني انا مش جايه اقول لك يا جماعه كلنا نقعد في بيوتنا ونخرب الدنيا على دماغنا. هو اصلا حكمه ربنا في توازن الكره الارضيه ان في خدمات بتخدم على خدمات. يعني كلنا بنعمل حاجات مختلفه عشان كلنا نعرف نعيش. تمام؟ فاول جانب هتكلم فيه اللي هو الجزء ده، وده اللي طبعا السالري بتاعهم بيبقى اعلى. يعني انت كمدرسه، تمام، اكيد مرتبك من شغلك في بيتك مش زي الطالبه اكيد. وده لا يتعارض مع فكره المهارات. انا دلوقتي بتكلم ان انت معاكي حاجه تشغلك، سواء كنتي دكتوره، صيدلانيه، مدرسه، احصائيه، مدربه، معاكي اي خبره تقدري تقدميها، فده بيتم من خلال تقديم هذه الخبره او المهاره مقابل الفلوس. طيب الاقي الوسيط ده ازاي، او عمليه الوسطنه بتتم ازاي؟ بتتم من اماكن كثيره جدا. اول حاجه مواقع العمل الحر. تمام؟ مواقع العمل الحر هي دايما لا تصلح للجماعه اللي قاعدين معانا مستنييننا نتكلم عنهم، اللي هم قاعدين جنبي هنا، اللي هي الناس اللي ما عندهاش لا خبره ولا مهاره. فاللي بيحصل او الفيديوز الكتيره اللي انا سمعتها، ولا ازكي نفسي، يعني اللي هو دايما يقول لك هتلاقيها في مواقع العمل الحر. طب انا داخل على موقع عمل حر اصلا هي بتعتمد بشكل رئيسي على تقديم خدمه او مهاره مقابل فلوس. فانا داخل اقول له السلام عليكم انا ما بعرفش اعمل حاجه، هتديني اصلا فلوس بناء على ايه؟ فمواقع العمل الحر يا جماعه عشان نركز كده مع بعض، مواقع العمل الحر انت اصلا رايح لها ذات خبره. انت اصلا رايحه لها بتاعت مونتير، انت خبره في المونتاج، خبره مش اقل من سنه و2. تمام؟ مش اتعلمت لك الف ب مونتاج وداخله عايزه حد ان هو يديكي $5 و10 على انت اصلا كان يعني يا دوب بتفك الخط في المونتاج. تمام؟ اتعلمت لك رسمتين على كانفا داخله تقولي يلا نشتغل على مواقع العمل الحر. حبيبتي الدنيا مش كده. فمواقع العمل الحر هي للناس اللي فعلا عندها خبره سنه و2 و3. انا مدرسه في مجال معتمده، انا قادره امسك المنهج اشرحه، مش هعك فيه.
تمام. فبناء عليه، بناء على البورتفوليو بتاعي او بناء على الخبره بتاعتي، انا بخش على موقع العمل الحر، هوب خدمه هوب فلوس، الاتنين بيشبكوا مع بعض، انا كده اشتغلت ايه؟ حر. مواقع العمل الحر. تاني حاجة، حر بنسبة 100%. يعني ايه الكلام ده؟ عشان مش هنسمعه في حتة تانية. حر بنسبة 100% بمعنى ان انا رئيس جمهورية نفسي. انا واحدة احصائية، انا كآية، تمام؟ انا احصائية. فازاي انا كشركة اجيب لك البيانات اللي حصلت يا استاذة آية؟ تمام، هجيبها لك دايركت، مش من خلال واسطة. يعني ايه؟ او مش من خلال سمسرة، مش من خلال مواقع عمل حر. تمام. دي بتتم ازاي؟ بتتم ان انا بسوق لنفسي. ببتدي مثلا عندي قناة يوتيوب، الدنيا كلها عارفة ان آية بتاعت بيزنس، تمام؟ فبيبتدي يجيلها اعلانات مقابل كده، بيبتدي يجيلها شغل مقابل كده. فانا بدأت اعمل بورتفوليو كامل خاص بيا، سواء كان على السوشيال ميديا او على برضو مواقع العمل الحر. تمام؟ وصل لك الفكرة؟ تمام. بقدم كورسات، بقدم خدمات، بقدم اعلانات، بروح باجي، فانا خاصه بيا انا. تمام. دول المذهبين الاكثر تداول او الاكثر شيوعا. النقطه الثالثه اللي تقدري تشتغلي بيها حر من بيتك خارج نطاق مواقع العمل الحر الكتيره جدا، خارج نطاق ان انت تبداي تشتغلي فريلانسر او عمل حر خاص بنفسك، تقديم خدماتك لوحدك، السوشيال ميديا هنا هناك. تمام. النقطه الثالثه من خلال الشركات والمؤسسات، ولكن حر. يعني ايه الكلام ده كله؟ انت مثلا واحده محاسبه، تمام؟ واحده محاسبه، فانت اوقات بتاخدي شغل من مكاتب محاسبه بتخلصيه لحالك، ومش كل المجالات بتسمح بكده. بس انا من وجهة نظري لو انت شاطرة هتعرفي تسلكي امورك في اي مجال. بمعنى انا مثلا احصائية، تمام؟ مثلا ففي مكاتب تحليل بيانات عندها شغل كتير جدا، تمام؟ تكاد تكون مش ملاحقة عليه، ولو كنسلته هتخسر. فبتعمل ايه؟ بتعمل ديل. ازاي؟ ان هي تديني انا كآية جزء من البيانات اللي عندها او الشغل اللي عندها، احلله لها واطلع لها نتائج من خلال التولز بتاعتي كمتخصصة، تمام؟ مقابل ان هي تاخد نسبة بس 5% وانا اخد 95%. تمام. فانا اللي جاب لي الشغل ده مين؟ شركة اصلا موجودة على ارض الواقع بقالها سنين السنين، مكتب بقاله سنين السنين من قبل ما انا اتولد. حلو. فانا باخد الشغل من خلاله، ولكن بيتم عمله او بيتم اداؤه اونلاين من بيتي، سلم واستلم، مقابل ان هي ناس معتمدة. الكلام ده كله لو انا متخصصة، عندي مجال محدد ماسكة فيه، مش لسه هتعلم. تمام. الجماعة دول كتر ألف خيرهم، مش محتاجين نتكلم عنهم كتير، هما كده كده عارفين يسلكوا أمورهم والحمد لله. اتس او ماي جاد حبيبة قلبي، ربنا يرزقك. تمام. تعالوا بقى في الناس اللي عندها لا خبرة ولا مهارة ولا شهادة ولا أي داهية في الدنيا وعايزة تبتدي تدخل المجال. هيفضلوا قاعدين، تمام؟ ولا خلاص يا جماعة احنا قفلنا، غلقت وليعوذ بالله ابواب الرحمه، اللي عرف يجيب فلوس جاب، واللي عنه ما جاب. لا يا جماعه، الدنيا مش كده. احنا خط سيرنا هيكون عامل ازاي كناس لسه بتبدا ما عندناش اي حاجه؟ خط سيرنا هيكون عامل ازاي؟ خط سيرنا بسم الله الرحمن الرحيم، لازم ابتدي ابني بورتفوليو. والغلطه اللي بتحصل مننا كصانعين محتوى لما بنيجي نقدم نصيحه لوجه الله في المجال ده، بنقدمها بشكل غير منطقي. بمعنى هقول لك اتعلم وبعدين اشتغل. طب ما انا عايزه اعمل فلوس اصلا عشان اتعلم. مثلا حد بيتعلم مثلا جرافيك، فهو محتاج لابتوب. حضرتك انا هجيب اللابتوب منين؟ هتداين؟ لسه متكلمه في النقطه، قلت لكم ما حدش يتداين، ما حدش يحط نفسه في ديون. هتداين عشان اجيب اللابتوب وبعد كده اجيب اللابتوب واحط ايدي على الخد؟ لا يا جماعه، مش كده. انا عايزه اشتغل اجيب فلوس علشان ابتدي بناء عليها انمي مهاراتي. الفلوس بتجيب فلوس، اعمل ايه؟ يعني انت ما تجيش كصانع محتوى تقول لي اتعلم مهاره علشان تبتدي تقدمها. ما انا هتعلمها بس برضو محتاجه حاجات تسد مصاريفي، اعمل ايه؟ واول مره قد وصلنا للنهايه ولسه الكوفي ما خلصش، ده شيء جميل جدا. ده معناه ان احنا رغينا بس مش قوي. تمام. ارجو اكون افدت. الفيديو ده انا عملت فيديوز كتير قوي على القناه، الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي انا بالنسبه لي قدمتها، لانه فعلا هيساعد ناس كنت انا من كام سنه مكانهم وفي سنهم، كنت مستنيه اسمع الكلام ده بعد بحث طويل، وما كنتش فعلا بلاقي معلومه مرسومه متخططه متقسمه. فبالتوفيق للجميع.